سمعتي صوت القرمشة؟ أهلا بيكم وفيديو جديد. النهاردة جاي لكم بوصفة حلوة جدا ومميزة. هنعمل ميني فطير مقرمش من بره وطري ومورق بالشكل اللي انت شايفاه دوت من جوه. والوصفة بتاعتنا النهاردة وصفة مرنة، تقدري تعملي منها ميني فطير بالعدد اللي انت عاوزاه، بالحجم اللي انت عاوزاه. لو حابة كمان تعمليها فطيرة واحدة تقدري تعملي ده. يلا ندخل على الوصفة بتاعتنا ونشوف الفطير الحلو دوت عملناه ازاي. عندي نص كيلو من الدقيق، عليه نص معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من السكر. عندي كمان 350 جرام من المية، يزيدوا معلقة يقلوا معلقة على حسب نوع الدقيق بتاعك. هننزل على المية على الدقيق والملح والسكر بالمية، بس مش هننزل بيها كلها، هنسيب جزء كده نسقي بيه العجينة أثناء ما احنا بنعجن علشان نربي عرق للعجينة أثناء العجن. ضفت شوية من المية وهقلب كده بسباتولا لحد لما الدقيق يتداخل تماما كده مع المية، وبعد كده هبتدي استخدم ايدي في العجن. هعجن كده وهبتدي اضيف المية بالتدريج، الم العجينة بايدي الاول وبعد كده ابدأ اضيف المية بالتدريج. هنا خلصت كل كمية المية، اتكونت معايا عجينة زي ما انتم شايفين كده متماسكة وفي نفس الوقت طرية وبتلزق، يعني تلزيقة خفيفة كده في الايد، يعني ما يدوب يعني تغسلي ايدك وتختبري العجينة هتلاقيها بتلزق تلزيقة كده خفيفة خالص خالص. هنكور العجينة بتاعتنا وهنروح بيها على الكاونتر ونقسمها رشة كده من الدقيق علشان العجينة فيها تلزيقة، سنة تلزيقة خفيفة. وهنبتدي نقسم العجينة بتاعتنا دي لقسمين. هاخد كل قسم منهم واكوره، وحاولوا يكونوا القسمين قد بعض بالظبط او الكورتين يكونوا قد بعض بالظبط. انا ما وزنتش، ولكن انا كان يعني بعيني كده كانوا الاتنين قد بعض. طبق كده دهنته بشوية من الزيت، هحط عليه كورتين العجين بتوعي. غطي الكور بتاعتك بكيس بلاستيك او ببلاستيك راب وخليها ترتاح نص ساعة ساعة. وراكي حاجة يعني عايزة تروحي عايزة تعمليها روحي اعمليها وارجعي للعجينة. سيبيها بايتة لحد تاني يوم، بس شرط تسيبيها في التلاجة. احنا مش عايزينها تخمر، احنا بس عايزينها ترتاح علشان تبقى سهل معانا في الفرد. يعني مفيهاش خميرة مفيهاش اي حاجة يعني، تمام. احنا بس عايزينها مجرد ترتاح علشان تبقى سهلة معانا في الفرد. انا عن نفسي يوم ما كنت بصور جالي مشوار ضروري، تمام، فجأة يعني، فسبت التصوير واخدت الكور بتاعتي دي واحتفظت بيها في التلاجة لحد تاني يوم. احنا هنا في اللقطة دي تاني يوم، علشان في ناس سألتني قبل كده في فيديو الفطير ينفع نحتفظ بالعجينة لحد تاني يوم؟ يا حبيبتي احتفظي بيها لحد تاني يوم مفيش اي مشكلة، ولكن المفروض يكون في التلاجة مش بره التلاجة، تمام. هاخد الكرة الاولانية كده وهفردها. طبعا بستعين بالدقيق وانا بفرد علشان العجينة زي ما قلنا فيها سن التلزيق، وكمان انا عندي هنا العجينة كانت مرتاحة على الاخر، يعني كام ساعة، يعني 24 ساعة في التلاجة، فكانت مرتاحة على الاخر، فكان فردها بالنسبة لي سهل جدا. هنبتدي بقى نفردها. وهنفرد لحد فين؟ هنفرد لحد لما العجينة يبقى سمكها اقل من نص سنتي، يعني تبقى مفرودة كويس بس مش شفافة، يبقى فيها سمك. لو تلاحظي كده وانا باخد العجينة، بصي انا بطأت المقطع دوت علشان تشوفي معايا سمك العجينة. بعد ما بفردها باخدها كده وبركنها على جنب، وبفرد الكورة التانية بنفس الطريقة، بستعين بالدقيق وبفردها بنفس السمك وبنفس المقاس. بصوا فردتها بنفس السمك وبنفس المقاس. هجيب بقى زبدة وهبتدي اغطي العجينة بتاعتي كده بطبقة من الزبدة. الزبدة طبعا تكون بحرارة المطبخ علشان تبقى سهلة معانا في الفرد. بعد ما بفرد الزبدة عليها بالراحة خالص، بجيب الطبقة التانية عليها واسكنها عليها بحيث يبقوا الاتنين قد بعض بالظبط. يعني لو حتى مثلا واحدة فيهم اصغر من التانية، بمد كده اللي من تحت، بصي بشدها كده بحيث يجوا على بعض بالظبط. انا مش عايزه الاتنين يبقوا منطبقين تمام الانطباق على بعض، تمام.
ببتدي كده اشدها واخلي شكلها بقدر الامكان يكون مستطيل بالشكل اللي انت شايفاه دوت. بعد كده ببدأ افرد طبقة تانية من الزبدة على الكرة التانية بالظبط زي الكرة اللي تحتها، وببتدي اقطع كده بالسكرابر دوت بالشكل اللي انت شايفاه دوت. طبعا الخطوط تبقى على صف واحد، وحاولي تهندمي العجينه بتاعتك في المرحله دي. كل ما كانت العجينه بتاعتك مظبوطه كل ما هدرتش معاكي، وكل ما شكل الفطير معاكي طلع مظبوط. ببتدي اطبق بالشكل ده. وفي الاخر بنقفل على العجينه بتاعتنا كويس جدا زي ما انت شايفه. برضو بشد العجينه كويس لحد لما كلها تتغطى، وباخد العجينه بتاعتي دي وبحطها على نفس الطبق اللي قبل كده، وبروح بيها على الفريزر لحد لما الزبده بتاعتي تتماسك. رشه كده من الدقيق على الطبق وبحط عليه العجينه، وبسيبه في الفريزر لحد لما الزبده بتاعتي تتماسك وتجمد. وهنا الزبده بعد ما تماسكت خرجتها من الفريزر، وهبتدي بقى ايه افردها. رشه من الدقيق، وابتدي افرد العجينه بتاعتي بس بالطول مش بالعرض. ولو حسيتي في المرحله دي ان الزبده كشفت معاكي رش شويه من الدقيق، مفيش مشكله خالص يعني. ببتدي افرد في العجينه بتاعتي لحد لما يعني تبقى مربعه. تمام، افردي فيها يعني لحد بقدر الامكان على قد ما تقدري، على قد ما تقدري تفردي في المرحله دي افردي. بصوا انا فردتها ازاي، فردتها سمكها كان رفيع جدا. ابتديت اسوي الاطراف بتاعتها، وهبتدي اقسم العجينه دي بتاعتي على حسب عدد الفطير او الميني فطير اللي انا حباه. تمام، انا هنا يعني قسمتها 3 في 3، يعني 3 بالطول 3 بالعرض، ادتني 9 فطيرات. انت ممكن تقسميها 4 في 4 لو انت حابه الفطيره الميني فطير بتاعك يبقى اصغر. تمام، عايزه تقسميها ل 2 في 2 يبقوا 4 فطيرات. عايزه تخليها فطيرتين براحتك، عايزه تخليها فطيره واحده برضو براحتك. زي ما قلت لك الوصفه مرنه، تقدري تعملي منها العدد اللي انت تحبيه على حسب حجم الفطيره اللي انت عايزاها في الاخر. تمام، انا بس بقدر الامكان خلي الميني فطير القطعه بتاعتك تكون مربعه عشان هنعمل فيها الشكل اللي هتشوفيه معايا دلوقتي. باخد الاطراف كده على بعض زي المثلث، وبقفل على الفطيره بتاعتي كده. لو حابه في المرحله دي تحشيها برضو احشيها قبل ما تقفلي براحتك، يعني زي ما انت عايزه. ممكن تحشيها جبنه، تحشيها حاجه حلوه براحتك، يعني زي ما انت حابه. انا خليتها ساده. تمام، عملت كل الكمية ال9 كلهم عملتهم وهرصهم على صينية فيها ورق الزبدة. هو مش بيلزق ولا حاجة، انا بس يعني ورقة الزبدة علشان تحمي الصينية معايا والصينية ما تتبهدلش، لان طبعا هي في الفرن بينزل كمية من الزبدة كده علشان يبقى الصاج بتاعي نضيفه كده يعني. صفار بيضة مش مخلوط اي حاجة، وهبتدي ادهن وش الفطيرة. تقدري تدهنيها قشطة، عايزة تدهنيها سمنة بلدي ادهنيها زبدة ادهنيها براحتك. ببتدي كده بموس كده اشرب الفطيرة بتاعتي بالشكل اللي انت شايفاه دوت. الفرن بتاعتي سخنة جدا على حرارة 250. لو هتخبزي في فرن البوتاجاز يبقى على الرف الاول من تحت لحد لما الفطير بتاعك يستوي. انا طبعا يعني بسوي في فرن الغاز بتبقى سخنة جدا. اي فطير يا جماعة بيحب فرن سخنة، لكن لو هتشغلي فرن البوتاجاز شغليها قبل ما تدخلي الفطير بوقت، وخلي الفطير بتاعك على اول رف من تحت. خرجته كان بالجمال اللي انتم شايفينه دوت. عايزه اوريكم بس التوريقه، بصوا التوريقات. كمان لو عملتيه فطيره واحده براحتك برضو زي ما انت حابه، هي طريقه حلوه ومرنه للفطير.
اتمنى الوصفه بتاعتي تكون عجبتكم، يا ريت تجربوها، ما تنسوش بقى لايك للفيديو وشير، وكمان اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي، واشوفكم في فيديو جديد قريب. والسلام عليكم ورحمه الله